الله يحفظك. حياك الله. وبك اكثر. وحيا الله الديوانيه. والنعم منك وكفو منك، ونشكركم على هذا الله الحضور، يسلمك. ونشكر الشيخ حامد على هاي الدعوه اللي دعانا من الديوانيه لهنا والنعم. ومتفضل طبعا هو والنعم والله الشيخ بهذه. حامد. ونشكركم انتم اللي الله دائما تتابعون اخبار العشائر، ودائما تشوفون نعم. متطلباتهم، مشاكلهم، شنو اللي يعانونه. احنا بالنسبه لنا يعني بوجود هاي العشائر ان شاء الله بلدنا محمي، ان شاء الله العزيمه موجوده، ان شاء الله كل احنا ايد وحده. عشائرنا ما ان شاء الله ماكو بها مشاكل، حتى لو كانت اكو مشاكل ما تطغي على السطح العام. مشاكلنا ان شاء الله قليله، بس احنا نريد دعم من الحكومه، نريد دعم اسناد، نريد اسناد لهاي العشائر، نريد اسناد لولدنا اللي بالجبهات تقاتل. اكيد اللي هم هسه انا من الناس ابن اخوي استشهد يعني. الله يرحمه، هنيئا الله يرحم والديك. فاحنا احنا عطاء، وهو امس واحنا نضحي وبعد ولد عندنا ونضحي طبعا. فاحنا بالنسبه لنا نشكركم ومتفضلين انتم علينا. نعم. الله يسلمك. شوف شيخنا، هي اليوم الفوارق يعني كانت قبل سابقا كان يحطون فرق اعدام وفرق كذا حتى لا ينسحب الجندي، لا يهرب، يعدموا وينهزم، وهذا ينحكم بالاعدام. رغم هذا الناس يعني ما كان عندها عقيده بالقتال، ولكن اليوم تشوف انه ابنك بدون ما تدري انت ما تحس به الا بجبهه القتال. نعم. تريد تقول له يابا مثلا، يقول لك ابدا ما اتنازل ويروح وبدون راتب. نعم. يعني اكثر اليوم الحشد الشعبي الكثير منهم بدون رواتب. عندنا حالات استاذنا العزيز بالديوانيه صارت وما نستغرب منها. يعني انا اللي احاكيك اللي ابن اخوي مرتين تصوب وما حد قال له يعني روح، بس هو عنده حافز لانه نعم. هو المرجعيه فتوتها نعم، وفرصه هذه وهذا، وهو قاعد يشعر انه عليه مسؤوليه كبيره رغم صغر سنهم، بس نعم. عندهم مسؤوليه كبيره، وهاي نابعه انه اكو لحمه بين المجتمع وبين المرجعيه الرشيده. صح. وهاي اللحمه ان شاء الله هي اللي قاعده تحقق الانتصارات. نعم. وهاي الانتصارات وهذا الحافز ما جاي من فراغ. طبعا اكيد. فاحنا بالنسبه لنا من هذا المكان الطاهر الشريف انه نقول لهم يا الدواعش مستحيل تلوون ايد العراقيين. والله شيخنا اخونا العزيز الله يحفظك، اليوم طبعا التاريخ ظل يرسم هاي الصور. نعم. واحنا من يعني ما وعينا بثوره العشرين، بس سولفونا. نعم. كانوا اهل الفرات الاوسط المرأة تقول لابنها غم كل من تجيب هدان وتقمطع على رجليها. نعم. نعم. ابن المضغته البارود مفطوم على صرقيها. والله نعم، والله مفطومين هسه. نعم والله. وهذا التاريخ موجود. احنا هسه عندنا لكن اليوم يعني خلي يسجل تاريخ العالم. يعني اليوم اكو صحيفه امريكيه انا حكيتها عده مرات بهذا البرنامج، انه صحيفه نيوزويك الامريكيه تكتب عنوان لها تقول انه الحشد الشعبي بالعراق رابع اكبر قوه قتاليه في العالم. نعم. ولو ما يكون بهذا المستوى، لو ما يكون بهذا المستوى نعم ما يمكن يحقق اي انتصار. اكيد. فتشوف يعني لما هسه بعيد عن البارود، هالهجمه الاعلاميه، هاي الهجمه الاعلاميه اللي قاعد يتعرضون عليها اللي هي ازيد من البارود. اي والله. يعني انت هسه سقوط الموصل او سقوط يعني بدون بارود، بدون بارود. اي والله. وسقطت هاي المحافظات اللي كبيره يعني بها فرق وبها، فاحنا بس من طبوا هذه الملحمه. فهذول تركوا البصمه اللي طبعا. مال اجدادهم. نعم. اللي اجدادهم بصموها والان تنعاد هاي نفس البصمه. بارك الله فيك. الله يسلمك. شكرا لك. الله يحفظك. الله يرضى عنك ويعزك يا شيخنا الغالي. طبعا راح ننتقل الى شيخ جانا من اليوسفيه، الشيخ حسين الحايف. الله يحفظه.